السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هناخدكم في جولة جميلة جدا في موقع ميقات وادي محرم، وهو أحد المواقيت المكانية التي يجب على من يريد دخول مكة المكرمة بنية الحج أو العمرة المرور بأحداها للإحرام زي ما احنا شايفين كده. وطبعا ويقع مسجد ميقات وادي محرم في مركز الهدى بمحافظة الطائف، في موقع يرتفع عن سطح البحر بحوالي 2000 متر، ويبعد عن المسجد الحرام عبر طريق الهدى الجبلي حوالي 76 كيلو. طبعا زي ما احنا شايفين كده حاجة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. طبعا ويتسع مصلى الرجال حوالي 1500 مصلي، فيما يتسع مصلى النساء لحوالي 500 مصلية. ويحرم من مسجد ميقات وادي محرم حجاج الطائف وأهل نجد والمنطقة الشرقية وجنوب السعودية، وكذلك من أتى على طريقهم ممن يقصد الوصول إلى مكة المكرمة عبر طريق الهدى. ولقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم 5 مواقيت مكانية لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتعداها إلى مكة المكرمة بدون إحرام، وهي ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، وقرن المنازل لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق لأهل العراق. طبعا زي ما احنا شايفين كده يا جماعة مسجد كبير جدا، حاجة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. اهو طبعا ويقع هذا المسجد على مساحة تقدر حوالي 2500 متر مربع. أهم حاجة يا جماعة قبل تكملة الفيديو نرجو منكم دعمنا بالاشتراك في هذه القناة والضغط على الجرس حتى يصلكم إشعار بكل جديد وغريب في داخل هذه القناة. ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو لتشجيعنا على إنتاج المزيد من مثل هذه الفيديوهات. وأيضا يا جماعة يوجد فيديوهات كثير جدا عن أهم الأماكن التي زارها النبي صلى الله عليه وسلم والأماكن التاريخية. طبعا احنا عملنا فيديوهات كثير عن هذه الأماكن، يمكنك مشاهدة هذه الفيديوهات في داخل هذه القناة أو في الرابط في أسفل هذا الفيديو. وأتمنى من الله أن الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.